طبعا انت اول ما شفت الصورة مصغرة قلت ازاي الواد ده مليونير و16 سنة؟ ازاي اصلا كلمة مليون تتحط جنب اسمه؟ مش بالظبط كده. هقولك الحقيقة، انا في مرة كنت راجع من الشغل تعبان ومرهق، راجع من شغل 10 ساعات بقى وتعبان قوي، فقررت ابقى غني. خلاص انا هغير حياتي، مش لازم اقف مكاني. وفتحت فيديو لواحد عنده جولاين قد كده وحريم وبنات وفلوس كتير. قلت هو ده، انا عايز ابقى زيه، هي دي حياتي. بس للاسف احبطت لما قال ان كل حياتي غلط. قال اني لازم اصاحب 70 بنت واجيب 20,000 جنيه في الدقيقة وقال اني لازم اصحى 4 الفجر وما اصليش الفجر، لا ابدا اوعى. اصحى اعمل سكوات واغسل وشي بميه بتلج وابوس بنتين وانزل. ده كده الروتين بتاعه. فطبعا بعد ما شفت حياته المتكاملة الكاملة اللي مفيش منها اتنين، لقيت انه صعب جدا عليا صراحة اعمل كده. بس ما يئستش وحطيت الامل والطموح والطاقة اللي عندي في فيديو تاني. فيديو كان بيحكي لي عن الفريلانس، ازاي ابقى غني من لما استخدم مهارة. وانا الصراحة صدقت وقلت هو ده، خلاص انا هتعلم المونتاج بكرة. ونمت وصحيت اتفرجت على فيديوهات غيره وغيره وغيره. الحقيقة دي مش قصتي لوحدي، دي قصة 99% من اللي بيتفرجوا على الفيديو ده. بس هقولك على حاجة، انت لو اتفرجت على فيديو والله العظيم زي ما اتفرجت على 100. هقولك ليه. ان في واحد راجل محترم وجميل وانا بحبه وفعلا ممكن تستفاد منه، بس انت تبقى غبي لو اتفرجت عليه على طول وتابعته. ليه؟ لان هو مكرس حياته كلها وشغله ويوتيوب كله عن ازاي تعمل فلوس. يعني تخيل كل يومين بينزل فيديو ازاي تعمل فلوس، ازاي تعمل مليون في 2025، ازاي تجيب كذا في مدة. انت متخيل ان ده كل يومين بيطلع بفكرة جديدة يخليك ازاي تكسب فلوس؟ حاجة ابسط. هل فكرك ان ال100,000 اللي بيتفرجوا عليه بعد كل فيديو بيطلع 100,000 واحد معهم فلوس؟ اراهنك صفر ولا جنيه والله العظيم. لان هو بتلاقي الفيديو اللي بعده اللي هو بعد يومين مش اكتر عليه اكتر من 100,000 اللي بتوع المرة اللي فاتت. انت فاهم حاجة؟ ده كله مش قصة ان هو بس يعني بيحاول يبيع لك الشغل بتاعه. هو راجل ناجح على قفاك. لان انت لو عايز تستفاد فعلا انت ممكن لو اقصى حاجة تتفرجوا على فيديو انت اقتنعت بكلامه خلاص. وهو على فكرة مش بيقول كلام غلط، هو بيقول لك اتعلم مهارة، اتعلم مونتاج، اتعلم حاجة، وده مش غلط في حد ذاته. بس انت اللي واقف مكانك وعاوز تسمع تاني وتالت وهو بيقول لك ازاي تبقى ناجح ويديك ان انت شعور ان انت هبقى ناجح. فاهم؟ هبقى ناجح خلاص، انا هبقى جامد جدا، انا مش عايز حاجه من حد. وانت فعليا واقف اصلا متتحركش، هو الوحيد اللي بينجح وانت قاعد بتتفرج وتعيد في نفس الفيديوهات. انت متخيل يعني هو هل في يعني هو نزل يعني مثلا 300 فكره، 300 فيديو، هل ال 300 بينزل فيهم فكر مختلفه ازاي تبقى غني؟ والله اراهنك ابدا نفس الفكره، بس بيختلف في الاراء، بيختلف في المعاني. فاهم حاجه؟ فدي دورك انك تتحرك، انك تمشي تتقدم لقدام. هو مش هيفضل يقول لك كل حاجه، هو مش هيجيب لك المليون لانه صعب، مستحيل كمان. مفيش فيديو هيخليك تبقى غني. اللي بيخليك تبقى غني هو تعبك واجتهادك، مش كلام انشا والله العظيم، بس هو كلام حرفيا فعلا. يعني اول خطوه انك تتعب وتجتهد، ده اللي هيخليك غني بعد كده. مش فكره ان هو بيحط لك حاجه في دماغك وخلاص. بصراحه الفيديو ده اصلا مش محتوايا، بس فعليا اللي هيخليك ناجح هو ثقتك في ربنا وثقتك في نفسك. ثقتك في نفسك دي اهم من اي شيء. ما تخليش حاجه تحبطك، ما تخليش حاجه توقعك. انت خليك ناجح مع نفسك، لان انت لو فكرت من جوه عقلك ان انا هبقى ناجح والله العظيم انت هتحس انك ناجح. اقول لك على حاجه، انا لا مليونير ولا معايا جنيه اصلا في جيبي دلوقتي والله العظيم. فاهم؟ بس هو انت لما تحس من جواك انك تبقى مليونير هتبقى، والله هتبقى. ولازم تبدا قبل ما انت عاوزه، يعني قبل ما انت عاوز تبقى مليونير بخمس ست سبعة تمن تسع 10 سنين. تدي مساحة عشان تعرف تحقق إنجاز فعلا وتفكر في حاجة. يعني من اللي هما بيقولوها دي، ما هم بيقولوا اتعلم مهارة، بس ما تتوقعش إنك هتتعلم مهارة هتلاقي الراجل بتاع الفريلانس واقف لك بره عايز المهارة بتاعتك. ده أنت شغل ومجهود وتعب ومفيش حاجة سهلة أبدا. بس هو الفكرة إن هو بيسهلوا عليك. في ناس بتسهل عليك، مش كله، عشان تلات أرباعهم بيبيعوا لك وهم مش أكتر، عايزين فلوس. لأن زي ما قلت لك لو كده كان زمان مصر كلها أصلا أغنياء، شباب مصر كلها كانت زمانها مليونيرات دلوقتي. فاهم؟ بس هو الفكرة فيك انت، فكرة انك تهتم بنفسك وفعلا تحدد انت بعقلك. انت عقلك واعي، انت مش صغير. انت حتى لو انت عندك 12 11 سنة 10 سنين
والله ما صغير يعني، انت عقلك واعي انك تفهم كل الكلام ده، فاهم؟ بس انت محتاج تركز شويه باللي بتتفرج عليه ايه، عشان تشوف الراجل ده فعلا بيقدم قيمه. والله العظيم مفيش تطبيق هيجيب لك 20,000 جنيه في الدقيقه ولا في الساعه ولا في اي حاجه، لان كله والله العظيم بيبيعوا لك وهم وخلاص، وانت مصدق. وحتى لو مش مصدق، انت خلاص دخلت في دوامه دي. انا كنت زيك. انا مش بقول كده والله العظيم يعني تكبر او ان انا جامد وبتاع، انا مجرد خرجت من الدوامه دي. انا كنت زيك في فتره فعليا وغرقتني. وعلى فكره يعني دي مش شخصيتي اصلا، انا شخص هبل خالص يعني. انا مش بتاع بدل وبتاع، انا مش جادجمنت الدرجه دي، فاهم؟ انا مجرد بعمل تحديات وبتاع. انت خدت على الفيديو على القناه هتلاقي تحديات وهبل كتير يعني. والله العظيم انا مش كده، بس بحبك ما تخليش حد يضحك عليك، فاهم حاجه؟ مجرد ان انا بحب بس اقول النصيحه اللي اتقالت بجد، عشان اثرت عليا نفسيا جدا في وقت ما. فبحبك وما تزعلش مني وما تحسش ان انا متكبر او متعالي عليك. انا بحبك جدا. اه طبعا دوس لايك واشتراك وفعل زر الجرس وكل الحاجات الجميله دي، عشان بالله عليك نوصل بقى الاول 100 مشترك. نفسي اوصل 100 مشترك بالله عليك. والله العظيم لو وصلت 100 مشترك انا هبقى سعيد من الفرحه، ممكن افجر الكوكب ده. 100 مشترك يا الله. والله العظيم نفسي هموت واوصلها والله العظيم، بس يا رب. شوف شنب والسكسوكه لسه مربيهم جديد دول، خلي بالك. مش مش ظهر السكسوكه بس شنب حلو.